عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هاني نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وهذا الفيديو لقاكم باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم الشنيك اللي غيكون ان شاء الله اقتصادي، يعني ما فيه لا حليب لا حتى شي حاجه. هذا الشنيك هذا هنا عندي تقريبا كيلو ديال الفرص، نقصت منه هذا الكاس هذا. عندي هنا 3 المعالق ديال السكر سنيده، عندي خميره ديال الخبز، عندي هنا معلقه، وهنا عندي معلقه كبيره ديال الزبده غادي نحتاجها حتى الاخر. هنا عندي شاشيه ديال الخميرات الحلويات. هنا عندي 2 شاشيات ديال نكهات الفاني، وغادي نحتاج الماء باش غادي نجمع هاد الخليط هذا. صافي هنا غادي نضيف الماء، يعني الماء عادي من روبيني. دابا الجو راه سخون، درت الكاس الاول والكاس الثاني، وغادي نخلط هاد الخميره مع السكر مع الدقيق حتى يتجمع ليا الخليط. غادي نشوف شحال غيقدني ديال الماء. انا كنظن 2 كيسان ما كافينش. المهم غادي نجمع وغادي نشوف شحال هزوا ليا ديال، يعني هاد الكميه دي شحال هزات ديال الماء، وغادي نقول لكم شحال هزات ليا ديال الماء. صافي هنا كما كتشوفوا عجينه العجينه ديالي. هنا غادي ندخل فيها هاد الزبده هذه. كما كتشوفوا العجينه خاصها تكون هكا شويه شاده، يعني شاده في راسها، ما تكونش مطلوقه، باش ملي نخدموا العجينه ديالنا يعني تهز معنا، ما تجيناش هكا رخوه في يدينا. فغادي ندخل هاد الزبده هذه بشويه، وغادي نخلي العجينه ديالي ترتاح، ومن بعد نجي نطلق هاد العجينه هذه. الصراحه هي اقتصاديه وسهله جدا جدا، ما فيهاش شي مكونات اللي زعما مكلفه. ومن هنا ما ننساش نوجه التحيه ديالي لمجموعتي اللي هي مجموعه الصدق والتعاون برئاسه الاخ اتوميكس. شكرا جزيلا اخي للدعم ديالك المستمر والمتواصل مع الكل. جزاك الله وكل خير اخي للدعم ديالك. شكرا جزيلا كذلك المشرفات الرائعات، الله يخليكم، الله يحفظكم ويعاونكم. شكرا جزيلا للاخوات العضوات في المجموعه، الله يسهل على كل اخت معايا يا ربي، وللجميع الجميع. واي اخت بغات تنضم معنا المجموعه مرحبا بك اختي، انضمي تخدمي على اي شرط من الشروط. خويا اتوميكس كيدعم في جميع الشروط دون مقابل، اجهزه حقيقيه، مشاهدات حقيقيه من فرنسا. فمرحبا بالجميع، ومرحبا كذلك بالاخوات الجدادات اللي انضموا معنا المجموعه. مرحبا بالاخوات الجدادات اللي انضموا للقناه ديالي، واي اخت فيكم بغات تنضم لمجموعتي مرحبا والف مرحبا. صافي انا هنا غادي ندخل هاد الزبده هذه بشويه بشويه، ومن بعد غادي نديرها في واحد البلاستيك ونخليها حتى ترتاح. صافي هنا بعد ما خليت العجينه ديالي كما كتشوفوا ارتاحت وبدات كتخمر، غادي نخرج منها هذاك الهواء ديال يعني ديال الخميره اللي خمرات، وغادي نقطعها باش نشكلها. شوفوا ما شاء الله كيف جات. صافي هنا كما كتشوفوا كورت العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نبدا نطلق بالوحده نطلقهم رقاق يعني نطلقهم مزيان بهذا بالمدلك، رش هكا نياتي الفرص او بلا النشا ولا اللي كان، وغادي نطلقهم بالمدلك.
صافي هنا بعد ما طلقت العجينه ديالي كما كتشوفوا طلقتها ورقتها هكا بالدلاك كما كتشوفوا شتي دقيق وطلقتها بالدلاك. هنا كنجيب الزبده وكندهن هكا غير بالايد ديالي. هنا راه حطيت واحد الحبه لتحت دهنتها وحطيتها. هنا كنجيب غير الزبده هكا بالايد ديالي وكندهن بها هذا الوجه هذا ديال العجينه اللي عندي هكا بهذه الطريقه هذه. وغادي نجيب واحده اخرى ونحطها هكا. يعني ساهله ماهله، غير اللي ما بغاش يصوب الشنيك. صافي وهنا غادي كل الحبه ندير فيها 3 وغادي نعاود نورقها مره اخرى بالمدلك. صافي هنا بعد ما طلقتها بالمدلك مره اخرى طويتها هكا على شكل المسمنه وغادي نخليها هنا حدايا ترتاح. نغطيها بواحد البلاستيكه ونخليها ونعاود نكمل اللي باقيين بنفس الطريقه. صافي هنا بعد ما طلقت العجينه ديالي كما كتشوفوا طلقتها رقيقه. هنا غادي نجيب هذا المربى ديال الكونفيتير وغادي ندهن به بهذه الطريقه هذه. يمكن لكم ديروا الكريمه، يمكن لكم ديروا اي حاجه بغيتو. فانا هنا خليتها اقتصاديه فغادي نكتفي بالكونفيتير او المربى. غادي ندهن الوجه كامل ديال هاد الشنيك هذا بعدو شويه من الجناب وغادي نرش بهذا هذاك الشوكولاط كوكيز. كتشوفوا ما شاء الله، شوفوا كيفاش جاو مرقين. دابا ما بقى ليا الا نديرهم في الصينيه اللي غتدخل الفرن ونغطي عليهم تيخماروا وندهنهم بشويه ديال صفرة البيض مع واحد المعلقه ديال الخل وندخلهم للفران يطيبوا. كما كتشوفوا معايا الشنيك هو هذا خرجته من الفران دهنته غير بالعسل. نتوما يمكن لكم تزينوه باش ما بغيتو. انا غادي نخليه على هذا الشكل هذا، ما غادي نحط حتى حاجه من فوقه. بالنسبه للماء راه درت 4 الكيسان ونص، والملح راه نسيت ما قلت لكمش راني ضفت الملح، ضروري من الملح كنضيفوه. فهذا هو الشنيك ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رطيب مفشفش، يعني دايزو الكلام اقتصادي. شهوة منو، نتمنىكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. يعني ماشي هكا كيجي قاصح ولا شي حاجه، فراه رقيق غير ما بغيتش نقطعو انا عندي الناس، بغيت نحطوه هكا. فالسلام عليكم، ان شاء الله فيديو ماجي باذن الله. انا غادي نخليه على هذا الشكل هذا، ما غادي نحط حتى حاجه من فوقه. بالنسبه للماء راه درت 4 الكيسان ونص، والملح راه نسيت ما قلت لكمش راني ضفت الملح، ضروري من الملح كنضيفوه. فهذا هو الشنيك ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رطيب مفشفش، يعني دايزو الكلام اقتصادي. شهوة منو، نتمنىكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. يعني ماشي